لو بتفكر تغامر، اوعى ابدا تغامر في مشرحة، لانك ممكن تعيش اسوأ لحظات حياتك زي الشاب ده. ما تنساش تعمل حركة اكسبلور نعدل بيها الريتش كده. ويلا نبدأ. الشاب اللي هحكي قصته ده عاش لحظات مرعبة جدا في مشرحة زينهم. في البداية بيقول انا عندي 17 سنة وانا شاب مش بآمن بالعفريت والاشباح، ولكن طبعا بآمن بالجن، وده لانهم مذكورين في القرآن. وبتبدأ قصتي في 2020 لما عرض عليا ابن خالتي ان اروح ابيت معاه يوم في الشغل، والشغل بتاعه ده كان حارس امن في مشرحة زينهم. قلت له تمام ماشي هاجي معاك، انا كده كده ببات صاحب الليل، فبدل ما اقعد في البيت هبيت معاك الليله دي. رحت له تمام وقعدنا نتكلم شويه، وحكى لي قصص غريبه جدا عن المشرحه، انه يعني ساعات بيشوف فيها خيالات وبيسمع فيها اصوات غريبه. انا طبعا اول ما سمعت الكلام ده ضحكت عليه، لان زي ما قلت لكم ما بصدقش في الكلام ده، لحد ما جت اللحظه اللي احمد ابن خالتي قال لي هروح اجيب فيها اكل. ومن الوقت ده وانا صدقت كل اللي قال لي عليه، لان اللي شفته وقتها كان مرعب جدا. بعد ما قام احمد يجيب الاكل انا كنت قاعد قدام المشرحه، الدنيا ليل والانوار اللي موجوده يا دوب منوره المكان. في الوقت ده انا سمعت حاجه بتترزع جوه المشرحه، صوت كان عالي جدا ومخيف، فاتنفضت من مكاني كده وفضلت ابص على المشرحه، ورجعت مره تانية اسمع نفس الصوت. فجالي فضول اعرف ايه اللي بيحصل جوه وازاي ما فيهاش حد وبيطلع منها الاصوات دي. فبصيت حواليا كده علشان اطمن ان مفيش حد شايفني، ولما اطمنت رحت على باب المشرحه وفتحتها، وفضلت ماشي فيها على امل ان اعرف الصوت ده جاي منين. ومش قادر اقول لكم على الريحه والمنظر كان عامل ازاي، ريحه كريهه جدا والدم مالي المكان. وانا ماشي كده جنب واحده من الغرف سمعت نفس صوت الهبده العاليه دي جاي من جواها، فوقفت قدام الغرفه وفضلت اتصنت، وكنت حاسس وقتها ان في حد بيهمس جوه. فقلت يمكن يكون حرامي وبيحاول يسرق واحده من الجثث. فكان جنبي خشبه كبيره على الارض، مسكتها وفتحت الباب مره واحده علشان اتفاجئ بمنظر والله مستحيل انساه. سرير التشريح طاير في الجو وعليه قط اسود عمال يطير لفوق ويتهبط في الارض. انا وقفت مذهول من المنظر لدرجه ان من خوفي ما بقتش عارف اعمل ايه، خايف اتحرك من مكاني والقط الاسود ده ياخد باله. فبدات اتحرك بالراحه وارجع بظهري، بس وانا راجع دوست على خشبه فيها مسمار، ما قدرتش استحمل الوجع ورميت الخشبه من ايدي ومسكت رجلي. وببص على القط اللي جوه لقيته باصص لي ومكشر عن انيابه. اول ما شفته كده بدات اجري وانا بعرج، وكنت شايف قدامي باب المشرحه خلاص، ولكن قبل ما اوصل له اترزع في وشي، الباب اتقفل عليا وانا جوه المشرحه، وما بقاش داخل لي اي بصيص نور، وسامع ورايا نفس صوت السرير عمال يترزع. ولكن المرعب اكتر من كده ان صوته بقى ورايا بالظبط. قعدت على الارض وانا مرعوب ومش عارف اعمل ايه، ولا شايف اصلا اي حاجه قدامي. وفجاه كده حاجه اترمت على دماغي وفضلت تخربش فيا في كل حته في جسمي، وكل ما امسكها تختفي من ايدي وترجع تهاجمني. ولما لقيت مفيش مفر ومعرفتش اعمل حاجه فضلت اصرخ. في الوقت ده شفت خيال اسود وعملاق واقف قدامي، وكان واضح وضوح الشمس رغم اني في الضلمه. الخيال ده مسكني من رجلي وبدا يشدني جوه المشرحه، وانا عمال اصرخ ومفيش في ايدي اي حاجه اعملها، لحد ما لقيت فجاه باب المشرحه بيتفتح واحمد ابن خالتي جاي يجري عليا وهو مشغل قران. وقتها الكائن اللي كان ماسكني ده اختفى والمشرحه كلها نورت. واول ما شفت ابن خالتي قمت اجري عليه وانا بعرج، حط ايدي على كتفه وخرجني بره المشرحه. فضلت ابكي واقول له ارجوك روحني من هنا. قال لي هروحك والله، بس ايه اللي حصل؟ حكيت له وانا مش قادر اتكلم على كل اللي حصل معايا. فاحمد وقتها روحني وهو كمان مرعوب، ومن وقتها لحد النهارده لا انا ولا هو عتبنا بقى المشرحه تاني. ولحد هنا خلصت القصه. سلام عليكم.